كل برج هيكون عنده مرض هيفضل معاه للأسف طول حياته، مش هيشفى منه أبدا. فتعالى بقى شوف المرض اللي هيلازم البرج بتاعك طول حياتك هيكون ايه. وصلى على النبي كده واصبر. ما تفتكرش ان العنوان ده ان المرض ده حاجة وحشة لا سمح الله، يعني هو مرض بس مرض نفسي هيفضل معاك العمر كله. فصلى على النبي كده وقول لي انت برج ايه، واصبر وشوف المرض بتاعك ده اصلا موجود فيك. اعرف ان هو هيلازمك طول حياتك ومش هتعرف تغيره للأسف. وهنبدأ بأول برج معانا. برج ايه؟ الحمل. برج الحمل عندك الطيش والاندفاع. الحمل دايما عايش في قلق وانه بيجري اسرع من تفكيره بجد، وعمرك ما هتبطل للأسف ده يا برج الحمل، هتفضل زي ما انت. برج الثور الوسواس القهري، خصوصا مع الأمان والفلوس بتخاف تخسر اللي معاك. عندك وسواس قهري من الخوف جدا، بتخاف تخسر الفلوس، الأمان، بتخاف تخسر أي حاجة في حياتك، وده تعبك نفسيا. صح يا برج الثور؟ صح. برج الجوزاء التوتر والازدواجية، يعني ان انت جواك كده صوتين بيتخانقوا ومش عارف تسكتهم، انت مش عارف تسكت مين فيهم. طب انا اسكتك ولا اسكت مين؟ ما انت مش عارف خالص. طيب برج السرطان الاكتئاب، هتفضل على طول عايش مكتئب يا برج السرطان طول حياتك الاكتئاب ده، لان عاطفتك زيادة قوي، زيادة عن اللزوم، يعني بتخليه يتعصب اسرع من غيره بمراحل. يعني يعتبر ان انت اكتر الابراج عصبية وحساسيتك زيادة بجد يا برج السرطان. برج الاسد، اللهم لا حسد. تعالوا نشوف بقى المرض بتاعنا ايه، بما ان انا برج الاسد مين هنا زيي. برج الاسد النرجسية. انا مش نرجسية يا عم، انت في ايه يا عم انت؟ النرجسية عايز دايما يدور على التسقيف اللي حواليه، ولما يغيب بيتعب وبيزعل ان محدش يسأل عنه. بس هو ده مش نرجسية والله يا جماعة، انا شايفاها ان هو بيدي كتير قوي، فما بيغيب بيبقى مستني من حد ان هو يطبطب عليه. صح ولا غلط؟ صح. لازم نبرر لبرج الاسد. برج العذراء القلق المرضي، بيدقق في كل التفاصيل بطريقة وحشة لغاية ما بيتعب دماغه وبيتعب تفكيره. برج الميزان تردد قرار واحد ممكن يخليه ينهار من التفكير بجد، ما بيعرفش يعني. برج العقرب جنون السيطرة، عنده جنون في السيطرة، بيحب يتحكم في كل حاجة، ولو فقد السيطرة بيتوتر جدا جدا. برج القوس الهروب، بيخاف من الالتزام، بيفضل يضحك عشان يخبي قلقه ورا الضحكة. طول ما انت بتخاف مش هتعرف توصل لحاجة يا برج القوس. برج الجدي الاكتئاب الصامت، بيشيل فوق طاقته وما بيشتكيش، هتتعب اكتر والله. برج الدلو الانفصال العاطفي، ساعات بيهرب من مشاعر كأنها مش موجودة بس هي موجودة. برج الحوت الاوهام، بيعيش في عالم موازي بيهرب فيه من الحقيقة المرة اللي هو عايش فيها. وفي الاخر كلنا عندنا مرض نفسي صغير هيفضل ملازمنا وعايش معانا. فانت مرضك النفسي ايه؟ قولي بقى في كومنت. خلص الكلام، سلام.